مرحبا بكم معايا شهوات رمزية. اليوم غنعمل معكم خبز العيد بالدقيق الأبيض. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديالو. بالنسبة القياس عندي هنا أكثر من كيلو د الدقيق، عملت 8 د الكيسان د العنبة د الدقيق الأبيض الرطب، و4 د الكيسان د الدقيق الأبيض الحرش. كنضيف عليهم معلقة كبيرة عامرة د سكر حبيبات، وكنضيف نص معلقة كوزيدة د الملح، والملح كيبقى على حسب الذوق. كنضيف معلقة كبيرة عامرة د الزبدة، وعندي هنايا معلقة كبيرة عامرة د حبة حلاوة، ومعلقة ونص د الجنجلان يكون محمر. كنضيف حبة من البيض، وكنضيف عندي هنا تقريبا نص كاس زايد ما زهر، نص كاس يكون زايد، تقريبا كاس إلا ربع ما زهر. كنضيف عليهم الماء سخون، وكنضيف معلقة كبيرة تكون عامرة مزيان د خميرة الخبز حبيبات. هذه معلقة كبيرة ماشي ديك المتوسطة. صافي دابا غنبدا نعجن، كنخلط هاد المكونات اللي عملت مع الماء وما زهر. من بعد كنبدا نجمع العجينة بالماء، كنبدا نجمع الدقيق بالماء، كنضيف الماء شوية بشوية وأنا كنجمع. كنبدا نجمع في العجينة حتى كنتحصل العجينة تكون ما تكونش خفيفة، العجينة تكون رطبة وشادة في راسها. هذا هو القوام د العجينة، ما تكونش خفيفة، رطبة في نفس الوقت شادة في راسها. دابا غندلكها، ضروري من ندلكها. كندلكها حتى كنتحصل العجينة تكون مالسة. هذا هو قوام د العجينة، العجينة ما تكونش خفيفة. دابا غنقسمها، غنقطع على 4، نعمل خبزات كبارين، ما نعملش خبيزات صغارين، غنعمل 4 الخبزات كبارين. كيف ما كتشوفوا العجينة مدلوكة. صافي غنكور هاد الخبزات هادو بهاد الطريقة هادي، غنكورهم وكنخليهم يرتاحوا تقريبا ربع ساعة، ربع ساعة 10 دقايق. دابا الجو سخون دغيا ما كيرتاح. صافي كنغطيهم وكنخليهم يرتاحوا. بعد ما خليتهم ارتاحوا تقريبا ربع ساعة، دابا غنقرصهم. كنضيف غير قليل من الدقيق، ما كنكثرش من الدقيق، وكنقرصهم بهاد الطريقة هادي. صافي كنعملهم يختمروا. كنستمر بهاد الطريقة حتى كنكمل هاد 4 الخبزات اللي عندي. كنغطيهم كنخليهم حتى كيختمروا. من بعد ما اختمرت الخبز غنطيبها في الفران اللي شعلته من قبل على أقصى درجة حتى كيسخن الفران مزيان. عاد كنعمل الخبز الطيب، كنخليها حتى كتحمر، عاد كنخرجها من الفران. من بعد ما طابت الخبز هذا هو الشكل ديالها، كتجي محمرة ومنسمة بما زهر. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. خليتكم على خير الى فيديو اخر مع شيوة اخرى في شهوات رمزية.